حصريا: الجزائر أكثر بلد مغاربي بؤسا. مؤشر عالمي جديد يفضح دولة القوى الضاربة ويضعهم أسفل سافلين في مؤشر التنمية مقارنة بالمملكة المغربية، ويكشف غياب العدالة في توزيع الثروات بدولة الكبرنات. إلى التفاصيل. على مستوى منطقة المغرب الكبير، حلت الجزائر في المرتبة الأولى لمؤشر البؤس العالمي، الأمر الذي يعني أن الجزائريين هم أكثر الشعوب المغاربية بؤسا مقارنة مع بقية شعوب المنطقة المغاربية. رغم أن الجزائر بلد غني من الناحية الاقتصادية يستحوذ على جزء مهم من احتياطي الغاز المسال، فيما أثر هذه الثروة الباطنية السخية لا ينعكس على الشعب الجزائري الذي ما زال يعاني من الطغمة العسكرية. وفي الوقت الذي حل فيه المغرب في المرتبة 56 كأقل بلدان المغرب الكبير بؤسا، جاءت الجارة الشرقية في الرتبة 36 حسب المؤشر الذي تعتمده الإدارة الأمريكية، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول غياب أثر موضوعي وواضح لعائدات النفط على نهضة البلاد وعلى رخاء العيش بالنسبة للإخوة الجزائريين الذين يرى متتبعون أن وضعهم ظل أقل رفاهية، لا سيما من حيث فرص الشغل التي وضعها المؤشر كمعيار لوضع الجزائر في هذه الرتبة. عبد الفتاح فتحي رئيس مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية قال إن حلول الجارة الشرقية للمملكة في المرتبة الأولى مغاربيا وفق مؤشر البؤس العالمي يكشف غياب العدالة في توزيع الثروات بهذه الدولة، ويكشف أيضا تحكم العسكر في عائدات البترول، ويفضح غياب مؤسسات تدبر عوائده بالشكل الذي يرفع من مستوى عيش الجزائريين، لافتا إلى انعدام برامج حقيقية للتنمية البشرية أو موجهة لتقليص الفوارق المجتمعية وتقليل نسب الفقر. وأرجع الفاتح ارتفاع نسبة البؤس في الجزائر إلى ارتفاع نفقات التسلح المخيفة التي تستنزف ميزانية الدولة الجزائرية، لا سيما بالاعتماد على الصفقات غير المراقبة مع الدول المصنعة والمصدرة للأسلحة، مضيفا: تحكم القيادات العسكرية في الأنشطة الاقتصادية التي يفترض أن توزع على الساكنة بالعدل لرفع نسبة العيش الرغيد في هذا البلد المغربي، فضلا عن إنفاق النظام الجزائري أموالا طائلة في دعم الجماعات الإرهابية مثل ما تقول دولة مالي.